ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فراخ محشية بطريقة حلوة جدا، طريقة سهلة. حتى لو انتي مبتدئة في المطبخ هتعرفي تعمليها بكل سهولة. تابعي معايا الفيديو ويلا نشوف عملناها ازاي. في الكبة نزلت ب3 بصلات حجمهم متوسط، لو انتي البصل بتاعك كبير انزلي ببصلتين كبار. فرمتهم في الكبة وبعد كده نزلت بنص كمية البصل بس في طبق وسبت باقي البصل على جنب. هنزل على البصل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهقلبهم كويس مع البصل. بعد كده اجيب الاوراق بتاعتي، طبعا انا نقعاها في محلول النقع من بالليل اللي هو ليمون ودقيق وملح وفلفل اسود او اي محلول نقع انتي بتفضليه. وشطفت الوراك بتاعتي كويس من محلول النقع ونشفتها من اي سوائل. بدأت ان انا اتبلها بالبصلة كده زي ما انتوا شايفين، وادخل البصلة بايديا كده كويس جوه الجلد عشان الورك يشرب من طعم التتبيلة، وهسيبها بقى على جنب تشرب طعم البصلة لحد ما اكمل باقي الوصفة بتاعتي. في حلة على النار هنزل بشوية زيت وحتة زبدة، واول ما الزبدة تسيح هنزل بباقي البصل اللي احنا كنا سايبينه على جنب، وهبدأ ان انا اشوحه في الزيت والزبدة لحد ما يدبل كده. انا عايزاه يدبل بس علشان ما يحرقش مني، يعني يدبل. اول ما تلاقيه دبل بالشكل ده هنزل بقى بمكعب من مرقة الدجاج وهقلبه مع البصلة لحد ما مكعب الدجاج يسيح تماما في البصل. بعد كده هنزل بالبهارات، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ ومعلقة كبيرة من البابريكا، وهبدأ ان انا احمصهم مع البصلة بالشكل ده لحد ما البصلة كلها تمتزج بالبهارات زي ما انتوا شايفين. بعد كده نزلت عليهم ب4 كوبايات من الرز انا غسلاه كويس وما نقعتوش. نزلت بالرز على البصلة وبدأت ان انا اقلب كده الرز مع البصلة لحد ما الرز ياخد من لون البصل ويمتزج كويس معاه. افضل اقلب كده على نار هادية جدا لحد ما يوصل للشكل ده. هنزل بقى على الرز بمية مغلية يا دوبك بس ان هي تغطي الرز، واول ما الرز يشرب ميته هاخد منه يعني كبشتين كده او حوالي كوباية من الرز ده علشان احشي بيه الفراخ، وهسيب باقي الرز ده انقله على شياطة الرز واسيبه يستوي براحته. نرجع بقى للفراخ اللي كنا سايبينها تتبل في البصلة، وهنمسك الورك ونفتح الجلد بتاعه بالشكل ده، وهبدأ احشيه بالرز بالمعلقة او بايديا زي ما تحبي بالشكل اللي انت شايفاه كده. المهم ما تمليش الورك على الاخر علشان ما يفرقعش منك في الفرن. وهبدأ كمان ان انا ادخله بايديا كده جوه الجلد بتاع الدبوس، وبعد كده هنزل الجلد عليه وابدأ ان انا اساوي الرز بايدي بالشكل ده كده. نعمل واحدة تانية مع بعض، هنفتح الجلد وندخل الرز بايدينا كده ونضغط عليه وندخله كمان في الجلد بتاع الدبوس، وبعد كده انزل عليه الجلد واسويه بايديا من فوق. هكرر نفس الخطوات في كل كمية الوراك اللي انا عاملاها. انا هنا عملت 4 اوراق. بعد كده هرش على الوراك شوية زيت هتدي لمعة حلوة قوي للوراك. نزلت عليهم كمان بشوية من المية المغلية، طبعا الفراخ كده كده بتنزل ميتها، بس انا هحط كده شوية من المية المغلية علشان لو في رز او بصل وقع مني في ارضية الصينية ما يتحرقش في الفرن. مية مغلية يعني حوالي كده ربع الصينية، وحطيت معاها شوية منكهات اللي هي روزماري وحبهان وورق لورا، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتاخد ساعة بالظبط. وبعد ما استوت واتأكدت ان هي استوت طلعتها وبدأت ان انا ادهنها بمعجون طماطم علشان اشغل عليها الشواية. شغلت عليها الشواية 5 دقايق لحد ما خدت لون حلو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده الفراخ بتاعتي بقت جاهزة ومستوية وطعمها في منتهى الجمال، وخلطة الرز شاربة من الفراخ والفراخ شاربة من الرز، وحاجة في منتهى الجمال. كمان غرفت كده الرز اللي احنا كنا سايبينه يكمل سواه وقدمت معاه ورك الفرخة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبق في منتهى الجمال. قطعت كمان الورك علشان تشوفوه من جوه. بصوا بقى قطعة الرز كده مع الجلد بنمسكها وناكلها طعمها جميل جدا، والفراخ كمان دايبة قوي بس هي كانت سخنة فانا ما كنتش قادرة امسكها بايديا، بس هي دايبة كده حتى وقعت من الشوكة زي ما انتوا شايفين. كمان بصوا شكلها من جوه حاجة في منتهى الجمال. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.